يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. وتاتي خوتي اجي نشوفوا العشاء ديال اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الثامنة والبداية بالعناوين. اسمع وليدي اسمع. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى برقيات التهاني من قبل أمراء وقادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة. ثم قال ماذا؟ نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون مشروع قانون المالية لسنة 2026. ثم قال ماذا؟ ضمن المشاريع الوطنية الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي شمال جنوب دعامة للأقطاب الصناعية والفلاحية. ثم قال ماذا؟ ووحدة رويبة لصناعة الأبراج وأعمدة الإنارة العمومية مرجعية وطنية في الصناعات الكهربائية. احنا عمرنا ولا تلفنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية. المواطن المغربي حقوق اجتماعية تهضم وكرامة تداس. اسمع وليدي اسمع. ونظام يفقد توازنه ويمعن في شتى أساليب القمع والفساد. اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. وملف الثروات الصحراوية يعود إلى الواجهة وسط استنكار في نهب ثروات الإقليم المحتل وخرق المواثيق الدولية. وتاتي خوتي اجي نشوفوا العشاء ديال اليوم. مساءكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم للنشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها. اسمع وليدي اسمع. المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مشروع صحي وتعليمي من الجيل الجديد يندرج في إطار الرؤية الملكية لتحديث المنظومة الصحية بالمغرب. اسمع وليدي اسمع. في ظل التحديات المناخية المتزايدة وتراجع الموارد المائية يواصل المغرب جهوده لتأمين الأمن المائي وضمان تزويد المواطنين والمجالات الحيوية بالماء من تحلية مياه البحر على سواحل المملكة لترشيد استعمال مياه الشرب وتدبير السقي الفلاحي. اسمع وليدي اسمع. مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف تختتم بتتويج الفائزين في الأصناف الثلاثة من المنافسة. حدث ديني احتضنته العاصمة الرباط على مدى 3 أيام تجسيدا لرعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لخدمة السنة النبوية وترسيخ حضورها في الفضاء الأفريقي. اسمع وليدي اسمع. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يقوي حظوظه للمرور للدور المقبل في منافسات كأس العالم المقامة بقطر. جاء ذلك بعدما دون رقما قياسيا جديدا باسمه. اسمع وليدي اسمع. حينما تغلب على منتخب كاليدونيا الجديدة ب16 هدفا للا شيء.